طبعا امبارح اتكلمت ان انا كنت عايز اعمل احواض زراعيه، ورحت اشتغلت كمساعد بنا. ولكن طبعا الموضوع ده هيطول، والموارد اللي انا محتاجها علشان اعمل الاحواض زي طوب، رمله، وكل الكلام ده مش عارف اجيبهم كلهم مره واحده. فدي هتكون حاجه طويله. ولكن في الفتره الحاليه في حاجه انا ممكن اكون شغال عليها من فتره، ولكن ما كنتش شغال بالمجهود اللي هو 100%. وهي حاجة اسمه مشروع نواة. مشروع نواة ده بدأ على أساس مشكلة، وهي مشكلة الأوراق أو الأنظمة أو حتى التطبيقات اللي الواحد بيستخدمها علشان يطور من نفسه، وهي طبعا عدم وجود خاصية المراجعة. مراجعة إيه؟ بمعنى أنا خلصت الشهر جميل، أنا عايز أو حتى أسبوع، عايز آخر الأسبوع أعرف أنا نسبتي المئوية كام بالنسبة لكل عادة. أنا هل أداء كان كويس ولا أداء ما كانش كويس؟ تاني حاجة، عايز تمثيل بياني مثلا. هو راح تمثيل بياني زي دي، تمثيل بياني زي كده اللي هو يبقى خط ومرسوم على أساس الأيام، بحيث إن أنا مثلا الخط الأخضر علي، ليه علي؟ هل الفترة دي أنا كان عملت حاجة حسنت مزاجي من خلالها إنتاجيتي زادت؟ طب لو كان نزل إيه اللي حصل؟ وأتعلم. أنا طبعا الحاجات دي أنا بعملها يدويا، بتاخد وقت كبير مني، زيادة على حاجات كتير قوي أنا كنت عايز أخصصها بشكل معين. حوار إن كل يوم بالنسبة لو حصل انتكاسة في عادة وقحت وما عملتهاش، طب أنا ليه ما عملتهاش؟ تمام. وحتى لو أنا عملتها، أنا إيه كان شعوري وأنا بعملها؟ المهم، فدي حاجة أنا بالنسبة ليا، مع طبعا إن أنا بتعلم حاليا، وحوار هدفي اللي أنا اتكلمت فيه في الفيديو إن أنا اتخليت عنه في تانية ثانوي، إن أنا أكون مبرمج وأتعمق في الكمبيوتر، مش مجرد على السطح بس. إن أنا ليه ما برمجش كل الكلام ده؟ يعني ليه ما أعرفش الكلام ده؟ دي نقطة. النقطة التانية، كان في أشخاص منكم اتواصلوا معايا وما شاء الله يعني مشاركيني نفس، ممكن نقول التفكير، مش الأهداف، ولكن هي فكرة إن هما كان عندهم أهداف خاصة لسه اللي هو بيتعلموا مثلا وكان برضو في البرمجة. وفي اللي هو عايز يتعلم الحاجة علشان يعمل حاجة معينة، أو علشان هو عنده فضول يعرف إيه اللي جوه. تمام. فبكل بساطة قلت طب ما ليه ما ما أعملهاش مع الفريق؟ يعني اللي هو ليه ما نعملهاش كفريق، والموضوع يكبر بقى، وجمع الأفكار بتاعت ده والأفكار بتاعت ده والأفكار بتاعت ده، ونعمل اللي هو تطبيق أو اللي هو المشروع ده على أساس أفكارنا إحنا. وفي نفس الوقت، وقت ما أنا عملت حاجة زي كده، لقيت إن الأشخاص اللي عندهم أفكار خاصة وعايزين يعملوها شبه بعض. يعني أفكارنا كلها والمشاكل اللي بنواجهها كان شبه بعض. فده يرجعنا لنقطة تانية، إن أنا قلت لأ، ده احنا كده نعمله بقى مشروع بقى، اللي هو نعمل بقى كحاجة كبيرة وندخل الناس وننشر ونعمل وكل الكلام ده. ومش لينا احنا بس، بل للأشخاص اللي هم زينا، بشكل إن المشروع يبقى مخصص للأشخاص أصحاب الأفكار الخاصة واللي عندهم أهداف. وممكن نقول إن الحاجة زي كده هتبقى عاملة زي الكشاف اللي من خلاله ينور له الطريق، من خلال بقى المراجعات اللي بتحصل له على تقدمه، النصايح، الكوميونتي اللي هو المجتمع وإلى ذلك. طبعا آه، يعتبر في جزء برضو تاني كان ممكن يكون عيب، ان احنا كان عددنا قليل. ولكده رحت نشرت في الجروبات واتكلمت عن المشروع، وفي بعض الاشخاص اتكلموا، ولكن طبعا ما كانش في احتكاك جامد بيهم، فاللي هم اول مره اتكلم معاهم. على قد ما الكلام بتاعهم كان جميل وطموحاتهم كانت كتيره، ولكن للاسف وقت الفعل كان الموضوع ما كانش احسن حاجه. وده للوضع العام اللي سريان الامور ما كانش كويس. وانا شويه حوار ان انا اروح اكلمك واكلم ده واكلم ده عشان اشوف انت اشتغلت ولا لا، ان انا شبه المسؤول، كان حاجه رخمه. فبكل بساطه في الفتره الاخيره، يعني لحسن الصدف زي ما قلت حتى امبارح، انا مش عارف من وقت ما خدت القرار ده في حاجات كده بقت بتلمس وبحس ان لا، اللي انا بعمله ده صح بالنسبه حتى لربنا، مسهل اللي انا بعمله. فالمهم ان انا قلت بكل بساطه طب ليه ما اعملش نظام من خلاله اقيم الاشخاص اللي هم يدخلوا، بحيث هل هم جادين في طموحاتهم، لان في اشخاص بالنسبه لافكارهم الخاصه وطموحاتهم
انا حابب اعمل. ولكن وقت ما بيخش اصلا في الفعل ممكن يكون زي انا وقت ما كنت في الفتره اللي انا اتكلمت فيها عن الفيديو اللي هو بتاع، اللي أنا قلت ان انا كان في فتره في حياتي كنت بعمل لاجل الناس، للي ظاهر خارجيا، للي الناس ماشيه فيه، مش اللي انا عايزه اصلا. فبالتالي وقت الفعل وصعوبة الشيء ما بيبقى عندهمش نفس الحافز. يعني الأشخاص اللي هم لأ في الفعل فعلا عايزين يعملوا الحاجات دي، لأنهم عايزين يعملوا الحاجات دي. المهم، دي طبعا حاجة تانية. فبكل بساطة النهج اللي هنمشي عليه، وبكل بساطة ده مش هيعتبر أنا، بل إحنا كلنا بالنسبة للفريق، بالنسبة ليا بشكل كبير قوي، لأن هو ده نهج الأفكار بتاعي اللي أنا لسه عامله امبارح. إن هو بكل بساطة إحنا عندنا الفكرة، وهي إن بكل بساطة هنعمل حاجة تساعد الأشخاص اللي هم عندهم أهدافهم الخاصة وأفكارهم، وعايزين يتعلموا حاجات لنفسهم، ويشتغلوا برضو بيها، مفيش مشكلة. فأول حاجة طبعا هيبقى في حاجتين: الحاجات اللي احنا محتاجينها، والحاجات اللي بكل بساطة آه، محتاجين نتعلمها. الحاجات اللي احنا محتاجينها، بص شغل نفسك. بمعنى ان اصعب حاجه ممكن نواجهها مش فكره الحاجات اللي احنا هنتعلمها، ان احنا مثلا نتعلم اي يكن تعقيد الشيء اللي احنا بنعمله، ولكن المشكله كانت هتكون في الاستضافه. في حوار ان انا مثلا اروح استضيف في امازون، في اي فاير بيز، اي يكن بعض يعني الحاجات اللي انا بحط عليها الموقع او التطبيق علشان توصل، عشان تعرف تستخدمها، وهكذا من على خلال الانترنت. الحاجات دي بتكلف. فبكل بساطة انا كان عندي جهاز وكويس، بس طبعا اللاب فرق المستوى اعلى منه. قلت ان انا خلاص، انا بص بقى اللعبة، انا هحول الجهاز ده للسيرفر اللي من خلاله لو انت مثلا وقت ما تستخدم المشروع او التطبيق، تبعت طلبات فتروح عليك وهو يبعت لك اللي انت محتاجه. فده يخلينا اتعلم حاجات عميقة جدا في الكمبيوتر. حوار السيرفرات والكلاود، او اللي هو السحابه، اللي على فكره الكلاود هو مش في السماء، ده في الارض. اجهزه زي دي موجوده في اماكن ومتوصله بكابلات ضخمه. المهم سيبكم من كل الكلام ده، هوضح لكم بعدين. فهنا يخلينا اتعلم مع حاجه زي انظمه التشغيل، زي حوار مثلا ويندوز لو انت بتتفرج دلوقتي على الكمبيوتر. كمان بقى يعني حرفيا بشكل او باخر المشروع، على اساس وقت ما انا فكرت في الاحتياجات اللي هو هنعمل سيرفر خاص بينا، وحطيت المعادلة ان احنا هننظم الدنيا كلها برمجيا وتقنيا، اكتشفت ان احنا هنتعلم كل حاجة او حاجات كتير قوي عن اللي انا عمري تخيلتها لو انا هتعلمها وانا بعمل مثلا مجرد موبايل ابليكيشن بس. فطبعا الحاجات اللي احنا كنا محتاجينها السيرفر موجود وبس. يعني هو ده الحاجة اللي أنا شايف إن إحنا كنا محتاجينها، وكانت ممكن تكون عائق بالنسبة لنا. وبالنسبة للحاجات اللي إحنا متعلمينها فكل التخصصات بقى، يعني أنا هيبقى في ويب، هيبقى في موبايل أبليكيشن، هيبقى في ذكاء اصطناعي، هيبقى في باك إند، هيبقى في سايبر سيكيورتي عشان الأمان، هيبقى في يو إكس اللي هو كتجربة المستخدم. وممكن في بعض الحاجات المستقبلية كده أبقى أتكلم فيها، وبس. الجزء التاني بقى اللي هو هنبدأ التنظيم. فأنا بكل بساطة في خلال الكام يوم الجايين ده هو يبقى شغلي الشاغل، ان ده يتعمل بس. ف حاجة أخيرة نسيتها: المجتمع. تمام، بالنسبة للمجتمع، أنا طبعا برضو زي المجتمع المرتبط بالمشروع هو موجود. وده وقت ما أنا عملته على أساس فكرة تانية، اللي أنا كنت عايز أخلق مجتمع من خلاله إنه في أشخاص عايزين يستمروا وإلى ذلك. و فالمجتمع ده هربطه بالمشروع. تمام. وحتى في جزء هنعمله اللي هو بوت، هو كان موجود ولكن وقف علشان كنت البوت ده مستضيفه على كلاود، فكلفني فلوس كتير قوي، على الرغم ان هما كانوا بيقولوا جزء مجاني، بس طلع ان الموضوع موفر حبتين. فالكده وقف. فقلت لا، انا هبرمجه بقى، وحتى اتعلم ازاي نستضيف البوت ده على السيرفر ده وقت ما حد يدخل ويسجل. والمفروض المنطق انك بتدخل على الجروب وتسجل انجازاتك الاسبوعيه، هو عشان تستمر، وهو بيذكرك بيها.
وطبعا في وضع كان هو الوضع العادي، اللي هو لو انت ما سجلتش انجازات لمدة اسبوع واسبوع فات البوت ده كان بيخرجك. انا بقى هعمل نظام نقاط، ويبقى في وضع صعب اللي هو ممكن يطردك، او الوضع العادي اللي هو ممكن تكون موجود كده، يعني اللي هو يذكرك عملت ما عملتش، برضو دي حاجة ترجع لك. بس تكون موجود في الجروب، بحيث ان انا شايف برضو حتى لو الشخص ما استمرش قوي، ولكن وجوده في وسط اشخاص بيستمروا ممكن يشجعه. وبس. فممكن الدنيا تكون غير مرتبة شوية، ولكن علشان انا النهاردة رايح اعمل حاجة تانية، وهي ان انا رايح اعلم اختي ازاي تمنتج. طبعا عندها بعض الاساسيات، والفكرة دي جات لي برضو من خلال ان هي عايزة تعمل حاجة ومش عارفة ايه هي. فعشان تاخد على الكمبيوتر والى ذلك، قلت اخليها انا مصلحة في الموضوع ده. طبعا كنت عايز اخليها تتعلم الذكاء الاصطناعي وما زلت، فهي في الرياضيات كويسة، ولكن قلت في حوار المونتاج ده حاجة خفيفة، لأن أنا المونتاج بتاعي في الفيديوهات بتاعتي خفيفة خالص. أخليها تتعلمه وتشتغل معايا، وحتى اللي هو تريحني من حوار المونتاج، أو تعملي فيديوهات قصيرة، أو تتعلم عليا، وفي نفس الوقت تبقى مصلحة ليا إن أنا أنزل فيديوهات أكتر، وأشيل العبء ده شوية عني. بص، مصلحة بيعلمها عشان مصلحة. المهم بس. فانا طبعا لكده الفيديو ده ممكن يكون مستعجل شويه، ولكن انا اصلا تقريبا ممكن لو انت تسمع لحد دلوقتي، فهو اللي بتمنتج وانا قاعد هنا كانت عند اختي بس. ف ليست. بص، انا اظبط الفيديو بالمونتاج، وهتسمع برضه الحته ولا اظبط فيها بالمونتاج ده، ولكن ده الحاجه اللي انا عاملها، وده الحاجه اللي انا هشاركها. وحتى اي حد عايز يتعلم البرمجه، واي حد عايز يعمل انظمه او افكار خاصه بيه من خلال البرمجه، ده اللي انت هتشوفه بشكل واقعي، من أقل تفصيلة لأكبر تفصيلة. وهتسمع حاجات حتى لو أنت بتتعلم برمجة عمرك ما فكرت إنك ممكن تسمعها أصلا. بس. سلام.